أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المحلية والعالمية. في خبر جديد، اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي شعار الزليج المغربي ليكون الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المملكة المغربية بنهاية العام الجاري. وقد نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترويجي يظهر الشعار المستوحى من الزليج المغربي، والذي يزين كأس البطولة القارية التي ستتنافس عليها أبرز منتخبات القارة على الأراضي المغربية. ووجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا ضربة قاضية للعالم الآخر الذي يعيش أوهاما لا تنتهي بعدما حاول بكل السبل سرقة الثراء المغربي الأصيل، وردا على المحاولات المستمرة التي تسعى لتشويه تاريخ المملكة المغربية وسرقة إرثها. فإن المملكة المغربية التي تأسست منذ عدة عقود تظل حاملة لتراثها العريق والمشرف في مختلف المجالات. ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، فيما سيقام النهائي يوم 18 يناير 2026. وكانت البطولة مبرمجة للصيف، لكنها أجلت لتفادي تعارضها مع كأس العالم للأندية 2025 التي ستجرى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في الفترة الممتدة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو. أما بطولة كأس العالم 2026 ستقام في قارة أمريكا الشمالية خلال فصل الصيف، وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ المغرب لاستضافة البطولة بعد نسخة 1988 والتي توج بها المنتخب الكاميروني. نشكركم على وقتكم. تابعونا دائما للحصول على أحدث الأخبار عبر قناة النبض الإخباري.